بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. تحياتي لكم جميعا أصدقائي الأعزاء. طبعا في ناس كتير بتعلق وبتطلب أماكن بيع العجول المستوردة. طبعا أنا سألت، طبعا الأيام دي بصراحة أسعار لا يصدقها عقل زي ما بيقولوا ولا تتخيل يعني. لما سألت على الأنجس لقيته الكيلو ب 270 نفس. يعني انت تجيب العجل ال 250 كيلو على 270 كيلو على 270 جنيه الكيلو، شوف هيضرب معاك قد ايه. فغالي جدا، غالي. هيكسب ايه؟ طيب هيكسب ايه معاك؟ احنا عايزين لقمة عيش سريعة. فانا المستورد بصراحة غالي، وايوه معدل تحويله كويس، لكن انا هكسب في ايه؟ طيب لما اجيب الكيلو ب 270 هيكسب ايه معايا؟ فده بعد ما سألت عليه يعني. لكن الخليط العالي او الخليط اللي هو البلد اللي الناس بينزلها دلوقتي، اخر سعر كان معايا كان 205. ده موجود في اسماعيلية تقريبا، في الدقهلية، في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. عجول بلدي خليط ب 205 الكيلو. ده كويس يعني، الامور الى حد ما يعني. يعني لاجل ال 200 كيلو مثلا ولا 250 يبقى حاجة 40,000، الامور تمشي شوية. الموضوع المهم بقى اللي كنت هكلمكم فيه النهاردة، ان هو في احد الاصدقاء القناة كلمني، وهو طبعا من اكتوبر، مش هنذكر اسمه. شغال في الحدائق المنزلية، بينظم او بيرسم حدائق وبيزرعها وبيظبطها. شغلته ديت اللي هو بياكل منها عيش. وعنده شقة في اكتوبر. فالمهم يعني انا اتفاجئت من السؤال بتاعه بصراحة. يعني في الاول حسيت ان هو ممكن يكون بيهزر يعني. فبيقول لي انا هبيع الشقة بتاعتي ومعايا قرشين، وهاخد 25 فدان في الفرافرة في الواحات. طبعا استوقفت كتير كده وفكرت شوية، مش مصدق يعني. انت عارف الجبل ده معناه ايه؟ يعني الجبل ده عايز بنك علشان تدخل في الجبل وتاخد 25 فدان. اولا انت مش هتقدر تزرعها كلها، يعني اخرك هتزرع 5 فدادين، والباقي كده كده ايه، واحدة واحدة المفروض. لان الجبل ده عايز عقل في الشغل بتاعه. محتاج انك انت تدخل بعقل وعلم. لما تاخد ارض على الصحراوي في الجبل لازم يكون علم وعقل ومادة، لازم. لانك انت لو معاك مادة او معاك امكانيات مادية وما عندكش علم، هتضيع فلوسك على الفاضي. لو عندك علم وما عندكش امكانيات هتبقى متكتف، مش هتعرف تنجز في الجبل. لكن معاك الامكانيات المادية ومعاك العلم وتسند الحاجة لصاحبها. يعني تجيب مهندس زراعي ينظم لك الشغل بتاعك، ناس اهل الخبرة اللي هم يمسكوا الشغل بتاعك ويبدأ يزرعوا لك الزرع بنظام، لولا انك انت تعرف تنجح في الجبل. اوعى حد يدخل على الجبل الا لما يكون عنده امكانيات وعلم، ويدخل بعلم. خدت 50 فدان، ازرع 10 واحدة واحدة لما تقف على رجلك. ما تعملش زي واحد هنا صاحبنا كان على مدج البترول وخد 50 فدان هوبا راح مشجر ال 50 فدان. والله مسكين، كان ايام الجاز وما كانش فيه كهرباء. دلوقتي فيه كهرباء الحمد لله وفيه ميه بالكهرباء، انما ايامها كان الجاز ويروح يجيب جاز وبتاع، والجاز قطع وكان مشكلة ايام الثورة. وكان وصل الشجر بتاعه ان هو يثمر. يعني الشجر بدأ يثمر، يوسفي كانت موالح. وللأسف خلص فلوس للأسف. لحد الآن الأرض موجودة، بس طبعا ايه، زرع نشف وما قدرش يكمل لأن خلص فلوسه. هو دخل غلط، دخل غلط. انت عندك 50 فدان، يا عم ازرع 5، يا عم ازرع 10، ازرع 10 لما تقف على رجلك وتفوق ابقى كمل. فالجبل تدخل الجبل يبقى لازم زي ما اقول لك، لازم تكون على علم بكيفية الزراعة وازاي تستثمر فلوسك صح، وما تدخلش بكل امكانياتك في مساحة الارض كلها. دي حاجة. الحاجة التانية هو بيقول انا هاخد وهعمل، هزرع وهعمل مزرعة وقارة مواشي فيها. انا بصراحة قلت له الشقة لا، اوعى تبيع الشقة بتاعتك، اوعى تبيع الشقة بتاعتك. انت ممكن تروح هناك تتخنق، ما تقدرش تكمل، تخلص فلوس، تبيع، ما تعرفش تجيب الشقة بتاعتك دي تاني. فده كان رأيي. الله اعلم حضراتكم لكم رأي تاني ولا معايا. فانا قلت له
ابدأ بمشروع خرفان كده في اي مكان. سمن خرفان، اتأجر مكان صغير كده وهات لك شوية خرفان سمنهم، هات لك 3-4 عجول وابدأ اشتغل معاهم وسمنهم. هيشتغلوا معاك كويس وهتستثمر فلوسك لحد ما تقف على رجلك وتكبر وتبقى الامور ماشية معاك كويس. يا اما تاخد 5-6 فدن على قدك وتبدأ تعمل فيهم كارة وتزرع براحتك وتبدأ تستثمر فلوسك براحتك. ده وجهة نظري انا. انما انا اروح ابيع الشقة بتاعتي واحطها في صحراء، بعد كده انت محتاج محول، محتاج بير غاطس. ده الغاطس لما بيعطل ممكن بياخد، احتاج 20,000 تصليح او 10,000 تصليح مثلا لما يكون في مشكلة كافش ولا حاجة. فعايز امكانيات، الجبل ده عايز امكانيات وعايز انك انت تحسب حسبتك كويس. فده كان رأيي يعني، ما اعرفش كان هو هيزعل ان انا حكيت القصة ولا لا، لكن ده واجب عليا ان انا اوعي كل الزملاء اللي معايا على القناة وكل الاصدقاء. انا ما ذكرتش اسمه، لو زعلان يسامحني، بس انا حبيت ان انا ادي الفكرة دي لكل الزملاء بحيث ما حدش يقع في الخطأ ده. ان ما كنتش فايق وعندك امكانيات فوق السكن والمأكل، ما تدخلش في الطريق الصحراوي خالص ولا تستثمر حاجة. فان شاء الله يعني ربنا ييسر الامور ويصلح الحال يا رب، ومصر تكون بخير ان شاء الله دايما. وفي برضو مشروع البقارة، يعني انا يمكن اتكلمت على موضوع البقرة قبل كده، يعني ممكن اعرض لكم دلوقتي. لسه شايف حاليا 3 عجلات بقرة، بسم الله ما شاء الله، الواحدة ب43,000. ما شاء الله يعني، سبحان الله، هم جايبينهم من حوالي 6 ايام. الثلاثة صرفوا وطلقنا عليهم، يعني ممكن ربنا يكرمنا منهم ويعشروا يعني. فسبحان الله يعني ارزاق. يعني انت لما تجيب ال3 دول، الواحدة مثلا ب43,000، تقعد عندك 3-4 شهور وربنا يكرمك وتعشر، هتبيعها ب50 ب60. بالذات ال3 انواع دول اللي انا شايفهم دول جسمهم حلو وجايين من سوق، مش هقول لك من مزرعة ولا بتاع، ده راح جابهم من سوق. فده مشروع كويس، مشروع مربح يعني. اللي معاه حاجة وعايز يستثمرها وفلوس حلال يستثمر عادي، في يجيب 3 عجلات بقرة 5-6 حسب امكانياته، واكله بيبقى خفيف، ما بيحتاجوش اكل زيادة يعني. يا رب ان شاء الله اكون قدرت ان انا افيدكم في الفيديو ديت باي معلومة، وتحت امركم في اي اسئلة او استفسار. الواتس بتاعي متاح 24 ساعة، تحت امركم في اي سؤال. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.